وصلنا معكم إلى فقرة أيضا مهمة من فقرات برنامج سيدتي. لما يتفاجأ بأنه شاب قضى أكثر من 25 سنة من حياته يتخبط رغم امتلاكه لملكة الإبداع والابتكار، فطبيعي جدا أنه ممكن بلحظة يحس أنه أخفق بشغلة على حساب الثانية. كيف ممكن تنظم وقتك بفترة ما تتجاوز اليوم؟ هالشيء رح نتعرف عليه، تتجاوز طبعا 40 يوم. هالشيء رح نتعرف عليه من خلال ضيفنا في الاستوديو الأستاذ سعود الخميس، صاحب خطة 40 يوم لحياة مريحة وأكثر إنتاجية. هلا بك أستاذ سعود. هلا والله، حياك الله. طبعا احنا فقرتنا هذه مهمة جدا، خاصة للناس العمليين اللي عندهم مشاريع كثير متعددة ومتنوعة. فأنت قدرت تتجاوز مسألة تصنيف مستوى الذات والقدرات. كيف قدرت تتجاوز هالمسألة هذه؟ طبعا شفت عوامل تشتيت كثيرة، خصوصا في عصر التقنية صار عندنا عوامل تشتيت، ما في تركيز، وايضا المهام كثرت. ولا من وين طلعت الريمايندر والكالندر والى اخره عشان ننسى من كثر المهام. فرتبت حياتي في خطة 40 يوم، وحددت لي وقت للنوم، وحددت لي اوقات ايضا للشغل، واوقات لاهلي، واوقات ايضا يعني الروحات، يعني الروحات العادية زي استراحة والى اخره. قدرت بالفعل ترتب امورك وتنجز بال40 يوم كل شيء تبي؟ اي، كانوا عايشين معي الناس من اول يوم لين اليوم 40 في سناب، من اول ما اصحى لين انوم. وكانوا حاسين ايضا بالتغير، يعني حتى في النفسيه. لاني انا انشر معرفه يعني من زمان لسنين في النت، فانا من طبعي بارد يعني، واذا نشرت معرفه يعتقدون الناس اني معصب او اني مالي خلق، لكن هو انا طبعي كذا. لكن مع خطة 40 يوم فعلا، لاني يعني فعلا صرت اقدمها وابتسم اكثر وكذا، لان ما عاد صار في صداع ولا شلت هم للمهام، لان كل شيء مرتب. والناس تعتقد اصلا اذا انت رتبت حياتك انك تضيف على نفسك مهمة اللي هي الترتيب، وهي لا، هي نفسها. لو واحد يقسم يومه بيلاحظ اوقات الفراغ كثير جدا، لكن وين نقضيها؟ نقضيها في أشياء أصلا ما نحس فيها ولا ندركها. مسكة الجوال نفسها أيضا هذه وقت تقضيه، الجريدة اللي تقراها، كوب الشاي اللي تشربه إلى آخره. كل هذا محسوب في الخطة؟ مو محسوب، هو العقل عنده قدرة خارقة وتلقائي، فبالتالي يقدر يميز بين الأشياء المهمة وغير مهمة. يعني ما أقول لك أنا دقيق لهذه الدرجة، لكن معلش قبل لا أقطع حديثك، الخطة هذه خطة 40 يوم، من وين جتك الفكرة الحياة أكثر إنتاجية؟ يعني أنت قلت إنه 40 يوم أنت تقدر تنجز فيها أشياء كثيرة. طب بداية الشعلة هذه اللي حقت خطة 40 يوم كيف جت؟ هي الشعلة جت من كنت في جازة، وأنا إنسان أحب الشغل. حسيت إني فاضي مرة لدرجة إني قعدت أبحث وش الشيء اللي يسعدني في حياتي، يعني لأني أنا ما عاد صرت أروح استراحات، ما عاد صرت يعني مجالات الترفيه صارت قليلة جدا. فقلت أكيد إنه في شيء غلط. فجت فكرة خطة 40 يوم من هذا الشيء، إني أرتب نومي، إني أعبي الفراغ سواء في جازة أو مو في جازة. فدخلت نادي، يعني صرت أقول أنا دوامي من الصبح لين 4:30، لين بعد 4:30 أنا وش عندي؟ هذا كله فراغ. فجيت عبيت، دخلت نادي، وبعد النادي أجلس مع زوجتي وعيالي، وبعدها أسوي أي شيء له علاقة في مشاريعي، سواء اللي على النت أو برا النت. وكذا يعني تجي الساعة 11 وأنا خلاص بعد أشوف لازم أنوم. فصارت حياتي كلها إنتاجية، وأيضا أنوم وأقوم بدري فراح الصداع. وأيضا في الويكند أقوم الصباح أخلص مهام كثير، أجي مثلا مغرب ولا عشاء ما عندي شيء، فتحصليني مثلا إذا رحت كترفيه أروح وأنا حاضر بالكامل. أول لا، كنت قبل لا أنوم أفكر في الشغل، وقبل لا أنوم وبعد ما أنوم كله تفكير في الشغل، شايل هم، مع أن الحياة أجمل وأبسط بكثير يعني. قبل لا أدخل معاك بكيف تمت مراحل التنفيذ، إحنا بطبعنا ناس ما نحب الالتزام. كيف قدرت تقنع متابعينك وتحرضهم بسناب شات وتحرضهم في وسائل التواصل بأنهم يطبقون هذه الخطة؟ لأني أنا مثال حي قدام، أنا ما جست أنظر عليه وأقول له ترى اقرأ 7 خطوات للسعادة أو شيء زي كذا، لا.
أنا أقول أني قمت الساعة الفلانية والحين رايح كذا وتراني أنجزت كذا وسويت كذا. وبعدين كل 10 أيام إذا خلصت نسوي تصميم انفوجرافيكس أنا وش سويت وش حققت. والحمد لله يعني أكثر من 70 شخص تقريبا من التعليقات اللي يعني جوني أنهم بدأوا الخطة، وفي ناس أجلوها لأن كانت وقت إجازة إلى وقت المدارس. حتى الخطة مرنة ترى، يعني الخطة في الأيام الروتينية أيام أسبوع، لكن في الويكند لك حرية تصرف، في الإجازة لك حرية تصرف. طب وش الخطة؟ علم المشاهدين وش هي خطتك؟ الخطة يعني هي خطة، يعني كيف تاكل، كيف تشرب، كيف تجلس على الكرسي، كيف تكون ريلاكس، كيف تفكر المشروع الجديد، هي هذه لا، هي ترتيب مهام. ترتيب مهامك 24 ساعة ترتبين فيها كل حياتك. أنا قلت بداية الخطة أول شيء تسويه تجيب ورقة بيضاء تقعد نص ساعة تفكر وش مهامك اللي أنت تسويها يوميا، حدك لين نص ساعة. المهام هذه إذا طلعتها صنفها هذا للدوام، وإذا ما طلعها في نص ساعة عاد والله هذه مشكلة. يعني وشلون هو عايش وهو ما يدري وش قاعد يسوي في حياته. فأنا دايم أتكلم عن العقل. البشر اللي يميز عن كائنات أخرى العقل، إن عندنا شيء خارق لازم نستغله. إذا أنت ما استغليته فبالتالي بتصير عادي. هي مجرد أفكار تتغير حياتك. يعني خطة 40 يوم ترى مجرد فكرة، يعني ما فيها الشيء الخارق اللي أنا بذلته ما حد يقدر يسويه. مثلا خلينا نقول مثال، الحين أنت معروفة ما شاء الله أنك ممثلة والحين مذيعة، لأن عندك عقل خارق قدرت تصيرين الشيئين هذا. ليش ما يقدر الواحد يصير ممتاز في دوامه وممتاز في حياته العائلية وممتاز في حياته اللي هي المشاريع والأشياء الخاصة؟ كل الناس يقدرون، لكن الفرق بين الناجح والعادي والفاشل هو التكتيك اللي في العقل، كيف رتب مهامه. حتى لدرجة أن الناس يسألون مثلا على سبيل المثال ستيف جوبز وشلون ينوم، الناس يقولون وشلون ينوم ستيف جوبز؟ كيف؟ لأنه ناجح، مع أنه ينوم زيه، بس الفرق أن ستيف جوبز فكر وأصبح يخرج خارج الصندوق ويجيب ناس ينفذون هذه الأفكار فنجحت. يعني ما في فرق بينك وبين ستيف جوبز إلا الفكرة، العقل. يعني في طريقتك ال40 يوم في حياة ناجحة مسكت، يعني تكلمت عن سالفة الجوال وكيف أن مسكته ممكن تكون رقبة من حل، في تفاصيل يعني هل هالأشياء هذه فعلا تساعد في تطوير الذات؟ إيه، لأني دققت فيها. كان عندي مشكلة هنا. لو تلاحظين اللي دايم ماسك جواله حتى المشاهدين، لو تسوي كذا بس بتجيك دوخة بالضبط، أو بيجيك شيء لأنك متعود كذا. هذا لأنه يضغط على منطقة هنا، هذه تسبب لك الدوخة. وأيضا من أسبابها أن الواحد إذا لفيت مو بيجيك دوران. بالضبط. والناس صغار كنا ندور عادي، يعني ما يجينا التأثير زي إذا كبرنا. فهذه كل الأشياء هذه الروتينية نسويها تأثر في حياتنا. حتى جلسة الحاسب، إذا جلست كذا وقعدت أناظر الجهاز كذا، لو أناظر كذا ولا أناظر كذا بيكون تركيزي أعلى، فبالتالي بيجيني النوم. في أشياء لو نغيرها بسيطة، يعني لاحظي هذا الشيء البسيط يزيد في إنتاجيتك ولا يخفضها. يعني أنا طبعا الخطة كثير على ما قرينا أنه يعني مهمة جدا، تسلط الضوء على أشياء ومفاهيم إحنا كنا نعرفها غلط. مثل هذه الجلسة قدام الحاسب، مثل الرأس منحني. في شيء ثاني، الموية. إيش فيها الموية؟ شرب الموية. أنا كنت ما أشرب موية أبدا، يعني كنت أشرب شاي وقهوة وكذا، ما كنت أشرب موية أبدا. فجيت قلت أكيد إنه في شيء غلط. وفي نص الخطة ترى في بعض الأشياء كانت دخيلة في نص الخطة، فكرت فيها وحطيتها يعني كتحسين. وفعلا الموية تنور الوجه وتشيل التجاعيد وإلى آخره. يعني اكتشفت في هذه الخطة أشياء أنا ما كنت أدري عنها. أنا بديتها كذا سبحان الله من الله، ومع الوقت قامت تتطور، وسبحان الله يعني ما أدري شلون اشتهرت يعني. لأنهم شافوا التغيير فيني أنا. يعني قبل الخطة أنا بعد الخطة زدت 8 كيلو، كنت نحيف أنحف من كذا.
فبدون ما أدري نفس الأكل هو نفس اللي أكله كل شيء، بس اللهم بس صرت مرتاح يمكن جسديا وفكريا. اي صرت يعني الحين انا اضحك وانا اضحك يعني. ان شاء الله الدوم الله يديم السعاده عليك يا رب. انا لاحظت يعني انه تركيزك شوي على موضوع النوم، اذا تنام مبكر وتصحى مبكر ليه؟ هذه حتى علميه الموضوع. يقول لك احسن وقت المذاكره الصباح، وان نذاكر اصلا في الليل، هذه واحده. الثانيه يقول لك النوم في الظلام الدامس يفرز اشياء في الجسم يعني فيها ايجابيه، لكن اذا نام تحت نور هذه الافرازات ما تطلع. ترى سبحان الله جسد انسان خارق لدرجه فيه حكم غريبه يعني الاشياء اللي قريت عنها وجربتها، لاني طبعا اميل مدرسه اديسون، في اديسون وتسلا هذه معروفين العلماء. تسلا له في الخيال وكذا، واديسون له في التجربه. انا ما اقتنع الا اذا جربت، فاي شيء يعجبني لازم اجربه واقول نتيجته. وكانت خطه 40 يوم في هذا الجانب مركزه تماما، اني ابى اجرب الاشياء وبشوف نتائجها، والحمد لله يعني ما في شيء جربته وكان سلبي، يعني كان الحمد لله كلها ايجابيه. خطه 40 يوم فعلا ترى في ناس ما فهموها، لان يجيك في نص ال 40 يوم ولا كذا، لكن بتصير مشروع مجاني للجميع يقدر يستخدمه ان شاء الله. ان شاء الله يعني هذا مشروع المستقبل اكيد يعني. اي وبيكون مجاني، يعني بيكون للناس كلها وحسب اي ظرف كان ان شاء الله. نقول ان شاء الله. طب أستاذ سعود، فريق إعداد برنامج سيدتي عملنا تقرير عن 6 نصائح لتنظيم حياتنا عشان تكون حياتنا أكثر إنتاجية. شو رأيك نشوف هالتقرير هذا؟ إذا مشاهدينا نشوف هذا التقرير ونتابع مع الأستاذ سعود خطة 40 يوم. ربما تكوني قد قرأت الكثير من المقالات والكتب عن أهمية الوقت وإدارته، ولكن لا شيء من هذه الطرق أثبت عمليته معك. فعندما يأتي الأمر للوقت وإنجاز المهام الضرورية والعاجلة، فإن النفس تميل للتماطل والتشتت بعيدا عن التركيز بالمهمة الأساسية. لذا نقدم لك سيدتي خطوات سريعة وسهلة قد تساعدك على إدارة وقتك بنجاح لزيادة الإنتاج. أولا، استخدمي قوائم المهام، فهي تساعد على تنظيم الوقت وترتيب الأمور. ثانياً، حددي أهدافاً شخصية وقومي بتحديد أهدافاً تحققيها على المدى القصير وأهدافاً تحققيها على المدى الطويل، فهذا يساعد على تخيل حياتك وتخطيطها على مدار الشهور القادمة والتي ستؤدي إلى حياتك كلها. ثالثاً، حددي أولوياتك دائماً، فدائما ما تختلط الأمور بين الأهداف وبين الواجبات، لذا قارني بينهم أيها عاجل وأيها مهم وأيها يمكن تأخيره، ويمكنك استخدام الأرقام أو الألوان للتمييز بينهم. رابعا، لا تماطلي أبدا، فالكثير منا يفشل فيما يتعلق بتحديد الوقت أو المهام وتنفيذها، وعادة ما يكون السبب دائما هو المماطلة. ف5 دقائق هنا على 5 دقائق هناك لن تؤثر، ولكن في الواقع إنها تؤثر. تجنبي الضغوطات حينما تكوني مشغولة، فلا بد من تأثير المهام علينا وشعورنا بالضغوطات، فإذا شعرت يوما بأنك مضغوطة كل ما عليك فعله هو أن تأخذي يوما للراحة لتستعيدي فيه حيويتك ونشاطك. وأخيرا، تخلصي من الإشعارات، لا تضعي نفسك في مرمى السهام، بمعنى لا تسمحي لإشعارات البريد أو الفيسبوك أو تويتر أو المحادثات بأن تنال منك أثناء العمل، فقومي بإيقاف جميع الإشعارات الغير مهمة إذا كنت تعملين وتحتاجي للتركيز. أستاذ سعود، أنا لفت نظري في هالتقرير بأنه شغلتين، يعني أنا بصراحة من الناس المؤيدين لهم أنه إذا في إشعارات في هاتفك الجوال وأنت في حالة شغل أو ضغط نفسي لازم تتخلص من الإشعارات، وبنفس الوقت أنه إذا حاس أنك ستريس فابعد عن جوالك وعن المكالمات اللي تجيك لأنها ممكن تلخبط عليك الدنيا. فعلا. إيش رأيك أنت في هالتقرير اللي إحنا الحين سويناه؟ وطبعا برنامج سيدتي يعطيهم ألف عافية ما قصروا، يعني نصائح جدا مهمة كانت موجودة لكل واحد حاب يشتغل. إيش تعليقك وإيش ممكن تضيف لهم؟ طبعا خاصية عدم الإزعاج، في ناس كثير ما يعرفون في أنظمة الآي أو إس وأندرويد
في خاصية اسمها عدم الإزعاج. عدم الإزعاج هذه تشيل الإشعارات، أيضا تشيلها من شاشة القفل. هذا أساسي عندي. طبعا جوالي صامت وبدون هزاز يعني فترة طويلة إذا جاء عندي شغل. اللي بضيفه، شفتي هذه النصائح كلها، أنا اكتشفت شيء عظيم كنت أعتقد إنه أنانية أو كذا. حب نفسك بتحقق كل هذه الأشياء. الإنسان إذا حب نفسه وحس بقيمته وحس بمهاراته ووظفها والى آخره، طبعا ما يوصل حد الأنانية وكذا، راح يحقق كل هذا، لأنه بيجاهد نفسه أنه يوصل للشيء اللي يبغاه. يعني حتى في خطة 40 يوم استخدمنا برنامج اومني فوكس للمهام، واستخدمنا أيضا برامج تخليك تسمعين موسيقى من أصوات طبيعية تشيل عنك التشتيت وتركزين. استخدمنا التقنية لأني أنا تقني، يعني معروف أني تقني في النت، فاستخدمنا التقنية لتحقيق هذا الشيء. فالشيء اللي أنا كنت غافل عنه يعني من سنتين بديت أحس فيها، بديت أطبقها، أني أحب نفسي. يعني أنا أول كنت أحب أنشر المعرفة، فكنت أحب نشر المعرفة وأحب الناس أكثر من نفسي. الحين أنا أحب نفسي عشان أحب الناس، فهذا الفرق. حتى على قولة الأولويات، هذه الأولوية. أنا إذا حبيت نفسي من خلال حبيت الناس قدرت أعطي وأنا مبسوط. لكن لنفترض أني نسيت نفسي وحبيت الناس أكثر، تكون شيء عكسي عليك. يعني شلون شيء عكسي؟ شيء عكسي يعني إنك تخفق في كل شيء تسويه؟ إيه، لأن على حساب نفسك. أنت لازم تنجح عشان وأنت مرتاح تسعى لنجاح الناس. أول لا، أنا كنت أسعى لنجاح الناس بعيدا عن نفسي، ما كنت أفكر في نفسي. الحين لا، يعني قبل سنتين في السي في حقي في الواقع ما كنت أي شيء. الحين الحمد لله مدير إعلام جديد، وأسست قسم في مدينة طبية، وكنت مصور رسمي بنك السعودي فرنسي. هذه كلها في سنتين يوم ركزت في نفسي، ومن خلالها أنا ما أخفقت لين الحين أقدم معرفة، وحتى نضجت في تقديم معرفة عن أول. سبحان الله. فبالتالي أحب نفسك. يعني كثير احنا سعداء بوجودك، بس أنا عندي سؤال أخير، وهذا سؤال يعني في كثير من الناس يسألونه دائما، كيف الواحد يحمي نفسه من التشتت؟ كيف يوصل لمرحلة أنه يبتعد عن التشتت غير الموسيقى اللي ذكرتها؟ طيب، أول شيء يستخدم قوائم في تويتر، يستخدم برامج القراءة لاحقا، أيضا يستخدم عدم الإزعاج اللي قلنا عليها. في أشياء كثيرة حتى ذكرتها في سناب، كيف أنك تخلي الانترنت لصالحك مو عليك، لأن التقنية صارت اللي تتحكم فينا. جميل، شكرا لك أستاذ سعود. يعني احنا ودنا والله أن نقعد معك فترة أطول عشان نتكلم عن الخطط المستقبلية، وإن شاء الله نتمنى هذه الخطة 40 يوم لحياة أكثر إنتاجية تكون يعني مشروعك القادم اللي كل الناس يعني ينتظرونه أكيد. يعني حقيقة هذا راح تفيد ناس كثيرين، راح إن شاء الله مثل ما قلت من البداية إنه يعني يحافظون على الوقت ويشتغلون بالشكل الصح بإنتاجية أكثر. إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا أستاذ سعود. عفوا، وأنا أتشرف. إذا مثل ما شفتوا مشاهدينا، مسك الختام كان مع الأستاذ سعود الخميس صاحب خطة 40 يوم لحياة مريحة وأكثر إنتاجية. انتظرونا في الغد بفقرات عديدة ومشوقة دائما، أكيد في تمام الساعة 5 من كل يوم، بفقرات كثيرة وكثيرة من سيدتي.